اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي واعملوا لايك للفيديو. هنعمل مع بعض النهاردة المارشميلو شبه ما بيتباع بره بالظبط نفس الشكل، بس الطعم احلى بكتير. بره بيبقى عامل زي الكاوتش، لكن ده فلافي كده وهش وطعمه بيدوب في البق. وكمان هنعبيه في اكياس، هوريكم الطريقة ازاي نعبيه ويبقى شبه اللي بره بالظبط والولاد ما يشتروهوش من بره تاني. يلا بينا على المقادير. اول حاجة هحط معلقتين من الجيلاتين البودر وهنزل عليهم بنص كوباية مية واسيبه على جنب. الخطوة التانية هحط كوبايتين من السكر وهضيف عليهم كوباية من المية ومعلقتين من العسل الكلوكوز. بس كده، هي دي المقادير كلها، مفيش اي حاجة تانية. سهل جدا واقتصادي، وكمان هتعمليه في ثواني. هنقلب بقى الكلام ده كله على بعضه ونروح نحطه على النار، على نار عالية. اول ما يغلي بالطريقة دي بوطي عليه النار واسيبه بقى براحته. بختبره كل شوية، بجيب كوباية مية وكل شوية انزل بنقطة كده من العسل اشوفه تقل ولا لا. باش في المية خلاص كده لسه. هروح اعمل المرحلة التانية اهو. هو تقل شوية بس مش ماسك في بعضه. هوريكوا ازاي. بصوا يعني لما بمسكه كده سايل، انا عايزاه العسل يعمل معايا كورة. شايفين انا بمسكه ده كده؟ لا، هو كده المرحلة دي لسه مستواش. هعمله بقى كده، انا سايباه بقاله ربع ساعة على النار هادية. همسك بقى العسل وهشوفه بدل العمل معايا كورة بالطريقة دي. يبقى كده خلاص السكر معانا جاهز. نطفي النار ويلا بينا على عجان او المضرب الكهربائي. نضرب وننزل بسرسوب صغير من العسل وهو سخن، بسيبوش يبرد خالص. وبنزل كده حبة حبة لحد ما الكمية كلها تخلص معايا. وده شكله بعد ما انضرب لفترة طويلة 10 دقايق. بتلاقوه بقى عالي كده وفوم، ولونه بيض كده. شايفين قوامه؟ بوريكم قوامه ازاي تقيل. معايا بقى كوباية سكر بودر وكوباية نشا، دي للتغليف اللي بره. بقلبهم كويس جدا وبجيب صينية بقى اللي انا هشتغل عليها وبفرد عليها السكر والنشا. عبيت المارشميلو في كيس حلواني. معلش بس كوكي كانت بتتكلم فصوتها جاي في الفيديو. المهم الكيس الحلواني بتقطعيه حته صغيره كده وتبداي بقى تعملي الشكل ده زي ما انتوا شايفين. اكيد الفيديو شارح نفسه. برش بقى على الوش سكر بودر والنشا وبسيبه على جنب خالص ساعتين بالكتير. بصوا تلاقيه بقى جامد بالطريقه دي. تجيبي مقص وتقصي بقى حتت صغيره شبه بتاع بره بالظبط بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين. ما تحطوش في التلاجة خالص، هو مش مستاهل. عايزين تسيبوه من بالليل لتاني يوم الصبح تقوموا تقطعوه مفيش مشكله. بحطه بقى في حاجه تكون واسعه واقلب عشان كله يتغلف بالسكر والنشا. وبشيله بقى في مصفى وابدا بقى اتخلص من النشا والسكر نهائي عشان ما يبقاش فيه زياده. يدوبك هو اتغلف وخلاص بالطريقه دي. وبكده يكون جاهز معايا. شايفين كوبايتين سكر عملوا معانا الكميه دي كلها. حلوه قوي قوي قوي. هنبدا بقى نعبيهم في اكياس. دي اكياس بجيبها من عند العطار. أنا كنت جايبه الحبه دول ب5 جنيه. اكياس تلاجة بس صغيره، هاتوا الحجم الصغير. بعبي بقى، تعبي بقى الكميه اللي انت عايزاها في الكيس وتبداي تلفيه. تحاولي تمليه هوا كده وانت بتلفي. وتجيبي بقى زي ولعه وتبداي بقى تمشي بقى على الكيس بالطريقه دي. تبصوا تلاقيه اتقفل على طول. اهو شايفين اتقفل ازاي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وتفرحوا العيال. شايفين الكيس منفوخ وجميل شبه بتاع بره بالظبط. تفرحوا عيالكم بأقل التكاليف وحاجة تكون نضيفة وانتي ضمناها وطعمها احلى من بره بكتير. شايفين هوا تحسوه فلافي قوي طري شايفين من جوه عامل ازاي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم. ومستنياكم تنوروني. لو بتتابعوني من على الفيس اعملوا متابعة، وتابعوني من على اليوتيوب اعملوا اشتراك للقناة. ولو من على التيك توك اتكوا على علامة الزائد. مع السلامة.